السلام عليكم حبيباتي وحبابي. جيتكم اليوم بوصفة جديدة، هي وصفة حلوى البرتقال، ونتمنى تعجبكم. ونتمنى قبل كل شيء تكونوا بخير وعلى خير، وتكونوا بصحة جيدة ان شاء الله. نبداو على بركة الله. نبدا نقول لكم واش نحتاجوا لهذه الوصفة. نبداو بسم الله. نحتاج الى 250 غرام من المارغرين او الزبدة، تكون بدرجة حرارة الغرفة. انا سكرفتها لانها كانت باردة، سكرفتها وخليتها درجة حرارة الغرفة. نحتاج ايضا الى نصف كأس من الزيت. نحتاج الى كأس من السكر الناعم او سكر غلاس كما نقولوا. نحتاج الى بيضة درجة حرارة الغرفة. نحتاج الى مبشور البرتقال، كيس خميرة حلويات. نحتاج الى عصير البرتقال، واللي ما عندهاش تقدر تستعمل عصير المندرين او اليوسفي، حوالي 6 ملاعق. نحتاج ايضا الى الفانيلا، الى ملون برتقالي او ملون احمر واصفر اللي ما عندهمش. نحتاج ايضا الى عطر البرتقال، ونحتاج الى الفرينة بطبيعة الحال. نبداو على بركة الله. انا راح نستعمل عجان، اللي ما عندهاش عجان تستعمل مضرب كهربائي او يدها. ندير قرصة ملح كما راكم تشوفوا، دائما الحلويات نحتاج الى قرصة من الملح. نضرب العجينة تاعي الزبدة تاعي ونرجع لكم. نستعمل قبل هذا الفوي او هذا المضرب باش نخلطوا المكونات تاعنا. انا نضرب ونرجع لكم. راني رجعت لكم حبيباتي. الان نضيف كأس السكر تاعي، ولازم يكون منخول، راني نخلطو كما راكم تشوفوا. نضيف نصف كأس من الزيت، زيت المائدة، الى الخليط. نخلط المكونات هذو حتى تولي عندنا خليط كريمي. نخلط ونرجع لكم. راكم تشوفوا حبيباتي الخليط تاعي ولا كريمي. ضربته. نضيف له الان حبة تاع البيض، ونضيف ملعقة فانيلا، اللي ما عندهاش فانيلا غبرة دير سائلة. نضيف مبشور البرتقال، انا هذا نزعته من مركز البرتقال، تقدروا ديروا مبشور عادي. نحطو كمية معتبر، نتوما نحسب الذوق اللي حبيتو يبان واضح. درت واحد الملعقة كبيرة او ملعقة ونصف. نضرب هذا المكونات جيدا حتى يتختلطوا لي ونرجع لكم. كما راكم تشوفوا حبيباتي ضربتهم مليح كما راكم تشوفوا حتى اختلطوا كامل المكونات. والان نضيف عصير البرتقال او عصير اليوسفي، اللي ما عندهاش برتقال استعملوا الحاضر عندكم، حوالي 6 ملاعق. انا نعبر بهذه الملعقة. نفرغ الخليط تاعي. والان نضيف عطر البرتقال والملون. الملون انتم والاختيار، تحبون لون برتقالي حامق غامق او بارد. انا درت الملون تاعي. نبدا نخلط كامل المكونات ونرجع لكم. راني رجعت لكم حبيباتي. انا هذا اللون اللي حبيته. ما ننسوش انه الحلوى تاعنا كي تزيد طيب يزيد لونها يغمق. انا نحي البيتخان تاعي او العجان. الان نضيف خميرة الحلويات، كيس من خميرة الحلويات او بيكنج باودر عفوا. نغربلها، نعرفوا بلي فيها حبيبات. ونغربل الفرينة تاعي او الدقيق الابيض. نضيف
بالكميه حتى تلم لنا العجينه وتولي ما تلصقش في الجوانب او لي باوا. ما نقدرش نقول لكم كميه الفرينه لانه تختلف من نوع الفرينه او من نوع الدقيق. كاين اللي تشرب وكاين اللي تطلق روحها. انا نبدا نضيف بشويه ونلم العجينه بيدي. انا نحب نستعمل يدي في العجينه باش نعرف قوام العجينه. نضيف في الاول كميه ونبدا نلم بيدي برك، ما نعجنوش العجينه. الحلويات خاصه الحلويات اللي تحب تجي طريه وتجي مبسسه ما نعجنوهاش باش الدقيق تاعنا او الفرينه تاعنا ما تلقناش العلك وتولي الحلوه تاعنا يابسه او قاسيه. راني نخلط كيما راكم تشوفوا بيدي، نخلط من الفوق للتحت باش تخلط كامل المكونات مع الدقيق. نستعمل يدي كيما راكم تشوفوا حبيباتي، غير بشويه نخلط. الان نزيد نضيف الفرينه او الدقيق الابيض، ودائما نغربلوها باش نتفاداو اي حبيبات او اي زوائد تكون في الدقيق. نزيد الفرينه ونبقى نلم بيديا بلا ما نعجن. دائما نقولها لكم ونعاودها لكم، بلا ما نعجن نلم العجينه تاعي كيما راكم تشوفوا. نزيد نضيف الفرينه، كل مره نضيف بالكميه باش ما تغلبنيش الفرينه. واذا غلبتكم الفرينه نعطيكم حل بسيط، غلبتكم الفرينه ونشفت لكم شويه العجينه ضيفوا شويه زيت وهي تصلحت لكم، ما تضطروش انكم تعاودوا كل المكونات من الاول. نكمل نعجن غير بالعقل كما راكم تشوفوا. نزيد كميه اخرى تاع الفرينه او الدقيق الابيض بشويه بشويه. نعتذر على بحالي في صوتي. نقعد نلم كما راكم تشوفوا. يبدا تلم لي العجينه. الان نبدا نضيف غير بالكميه القليله باش ما تكلخليش وما تغلبنيش العجينه. نضيفه حتى تتلايم، تولي ما تلصقش العجينه في الجوانب، تولي الجوانب او لي باوا ما تلصقناش العجينه وتتنحى من العجان تاعنا او من الاناء تاعنا. راني ضفت كميه اخرى من الفرينه كما راكم تشوفوا حبيباتي. نتمنى ان وصفاتي راهي تعجبكم وانها تنول اعجابكم وانها نفعتكم. صراحه انا نحب نمد من قلبي وربي شاهد عليا. شوفوا العجينه بدات تتنحى من الجوانب كيما راكم تشوفوا. نلمو ما نخليو حتى خليط في الجوانب كيما راكم تشوفوا. ناخذ طرف عجينه ونلمو به. شوفوا بدات تلم العجينه تاعي. كيما راكم تشوفوا نضيف لها واحد الملعقه فقط. هكذا باش كي نطيبها ما تهبطليش في الصينيه كامل. هذا هو القوام تاعها حبيباتي كيما راكم تشوفوا. ها هو طريه ماهيش يابسه وايضا ماهيش تلصقنا في الاناء تاعنا كيما راكم تشوفوا. الاناء راهو نقي، العجينه كامل تلمت. الان نبداو نشكلو في الحلوى تاعنا. ناخذ كريات نشكل واحد 35 غرام. اللي ما تعرفش اللي ماشي موالفه تستعمل ميزان. 35 غرام 30 حتى 35 غرام باش تكون الحلوى مطبوعه ما تكونش كبيره بزاف. ولكم الاختيار نتوما تحبوا اكبر تحبوا اصغر. هي 35 غرام
ممتازة. نديرو كرية هكذا، ناخذو سباتولا هكذا، نقطعو او سكين، نقلبو سكين على ظهره ونقصو على شكل ابراج تاع برتقال او مندارين كما راكم تشوفوا. نستعمل بيك بيرل هذا الموديل او هذا النوع باش نديرو ثقبة في الوسط، او هذا النوع، واللي ما عندهاش تقدر تستعمل الاصبع الصغير كما راكم تشوفوا الشكل النهائي. انا نحطها الان في الصينية تاعي ونجربو حبة واحدة اخرى. نزيد نفس الشيء، ناخذ 35 غرام، ندير كرية شكلها مليح، انقصها بسباتول او سكين او ملعقة، كل واللي يتوفر عندكم، تصعبوهاش عليكم. نقسمها على 8 كما راكم تشوفوا. نستعمل بيك بيرل، ندير ثقبة في الوسط كما راكم تشوفوا، نحطها في الصينية ونكمل نشكل العجينة تاعي كاملة، ونرجع لكم بعد حين باش نوري لكم الصينية كاملة. هاي النتيجة حبيباتي، درت شكلت الحبات تاعي، خرجت لي 42 حبة، صينية هذه وصينية اخرى. نحطها في الفرن. هاي النتيجة الاخيرة بعد ما حطيتها في الفرن على درجة 160 165 حتى 170 درجة، متزيدوش كثر يطيبوا كيما الصابلين. نحمروها من التحت كيما شفتوا ونجبدوها، والنتيجة ها هي تجي مرملة. وها هي شوفوا، نقسم واحدة قدامكم، شوفوا شحال طرية، صدقوني تجي طرية والذوق تاعها ما شاء الله. تديري فيه ضيف، تقبليه، ديري به في العيد، تشربي بها اتاي، قهوة. نتمنى الوصفة عجبتكم حبيباتي، ونتمنى النتيجة تاعي النتيجة النهائية عجبتكم، ونكم تجربوها وتقولوا لي رايكم في التعليقات، ونتمنى نكون عند حسن ظنكم حبيباتي. ونتلاقاو في فيديو واحد اخر ان شاء الله. مع السلامة حبيباتي.